هل ممكن القلم اللي بنستعمله في الكتابة والعلم ممكن يبقى سلاح؟ إزاي طالب شاطر وهادي يتحول لأشرس مقاتل في سجن المجانين؟ هل الندم كفاية عشان يغسل جرائم الماضي ويفتح صفحة جديدة؟ اتفرج وشوف إزاي القرش ما بيوقفش عوم مهما كانت الموجة عالية. في جيم الملاكمة كان في واد أشقر بطل محترف على مستوى البلد. حركاته كانت غشيمة ومميتة لدرجة إن كل اللي بيلعبوا معاه سبارينج في المكان خافوا وهربوا. وتحت ضغط الواد الأشقر ده المدرب شاور فورا على عامل نظافة. أول ما الأشقر شاف كده بصله باحتقار وقعد يستفزه ويسأل هل حتة عامل نظافة تافه يسترجي يخطو خطوة واحدة جوه الحلبة؟ عامل النظافة وقف ساكت لمدة 3 ثواني وبعدها خط لقدام. المدرب رمى أدوات الحماية للواد بس هو خد الجوانتيات وبس ورمى الخوذة بعيد. الأشقر أول ما شاف كده هجم عليه فورا بضرب متواصل. كان فرحان ومتحمس لأن بقاله كتير ما لقاش حد يسيبه يضربه براحته. في الأول الواد ده كان رافع إيده بس عشان يدافع عن نفسه، بس أول ما لقط نقطة ضعف خصمه لف قبضته ووجهها مباشرة للأشقر. الجيم كله سكت والكل مستني يشوف مين اللي هيفوز. وفجأة الأشقر صرخ بوجع رهيب، دراعه انكسر في ايد الواد. صاحب المكان أول ما شاف كده قعد يزعق للشاب ده وبعدها أمر المدرب إنه يطرده فورا عشان تجرأ وإصاب اللاعب بتاعه. ورغم إن الشاب ما عملش حاجة غلط إلا إنه سكت واستحمل لأن ما كانش عايز يعمل مشاكل أكتر. بس قليلين اللي يعرفوا إن الشاب اللي باين عليه الضعف ده وراه ماضي مرعب. لما دخل السجن وانضرب هناك بوقاحة. كل حاجة بدأت لما وو كان لسه في المدرسة. كان طالب مثالي وهادي وطيب ومجتهد جدا. وو سول كان عايش حياة مقفولة على نفسه بس الكل كان بيحترمه، لحد ما في يوم ظهر طالب جديد اسمه سوك تشان. المدرس عرفهم عليه انه بطل الملاكمة للمدارس على مستوى البلد، وده خلى الفصل كله ينبهر بيه الا وول اللي كان حاسس بالقلق من حاجة. اول ما المدرس خرج من الفصل سوك تشان بدأ يتخانق مع كام واد من العيال العنيدة في الفصل عشان يثبت انه هو الكبير هنا، وبعدها دار وجهه فورا عشان يضرب وو. عريف الفصل تدخل عشان يوقفه بس سوك تشان لف واداله قلم على وشه. وو كان بيترجى سوك تشان انه يبطل يضربه بس هو كمل ضرب فيه من غير توقف. طلع ان وو سول كان بينضرب من سوك تشان لمدة 3 سنين في الإعدادية، وعشان كده وو سول كان مرعوب منه. ولما وو سول وقع على الأرض وبدأ يفقد الوعي بالتدريج لمح قلم على الأرض، وبشكل غريزي وو مسك القلم عشان يدافع عن نفسه. ورغم كده سوك تشان فضل يحتقره وتحداه انه يضربه. وفجأة وول اتجنن وغرز القلم في عينه. الفصل كله كان مصدوم ومرعوب بزيادة، وسوك تشان خبى وشه وقعد يصرخ من الوجع. وبسبب ان وو سول عمل عاهة مستديمة لسوك تشان تصرفه ده ما تعدش دفاع عن نفسه واتحكم عليه ب3 سنين سجن بتهمة إحداث إصابة عمدية. ومع صراخ الأم ووجعها مستقبل الطالب الشاطر ضاع من اليوم ده. وهم في الأتوبيس اللي بينقلهم لدار الرعاية ولسبب ما كان في واحد قاعد في آخر صف بس الكل كان بيبعد عنه. مكان وو سول حد خده فاضطر يقعد جنب الراجل المرعب ده. أول ما وو شاف الراجل بيلف يبصله دار وشه الناحية التانية بسرعة من الخوف. ولما وصلوا لدار الرعاية صدروا كل حاجتهم واضطروا يلبسوهم لبس السجن. هيان مين اللي كان لسه بيتخانق مع وو سول في الكرسي في الأتوبيس لف فجأة وسأل وو سول انت تهمتك ايه؟ ولما هو ومين سمعوا رد وو انها شروع في القتل خافوا فورا من وو وترجى وو سول انه يسامحهم على اللي حصل قبل كده. بس هيان مين قال ان تهمته تقريبا نفس الحاجة. ولما هيان ومين عرفوا نفسهم للقدام اللي في الأوضة الكل اكتشف انه موجود هنا بسبب سرقة تافهة. واد محلوق زيرو كان بيعلم وو سول وهيان مين قواعد البقاء في السجن. قال له هنا القوة مترتبة مقامات ودراعك هو الحاجة الوحيدة اللي بتحدد مقامك، ولو مش بيعرف يضرب يبقى لازم يحط لسانه في بقه ويسكت ويحاول على قد ما يقدر ان محدش يحس بوجوده. السجن كان مقسوم فريقين، فريق سان جوب الجديد وسان هوب ده كان بطل جودو سابق على مستوى البلد، والفريق التاني هو وان جون اللي جسمه كله عضلات ومعاه واحد اسمه سون يونج جسمه قصير وصغير بس رجليه قوية جدا. السجن ده ما كانش يفرق حاجة عن مجتمع مصغر، الكل عايز يبقى هو القائد بأي طريقة. وفي الفترة الأخيرة وان جون وسي يونج تعاونوا في خطة، مثلوا انهم انضربوا من سان هوب عشان ياخدوا علبة سجاير، والنتيجة ان سان هوب اتحبس في التأديب بينما وان جون وسي يونج بقوا براحتهم هم الكبار. بس كان في شخصية ما كانتش تابعة لأي فريق ومحدش يجرؤ يقرب منها، وساعات الثلاثة مع بعض ما كانوش بيقدروا يغلبوه، وده كان دوهان اللي كان قاعد جنب وو سول في الأتوبيس. طلع ان دوهان كان مشهور جدا في عالم الفنون القتالية في كوريا وكان أصغر بطل عالم في الMMA في اليوم المشؤوم ده. دوهان كان لسه خارج من الحلبة ومعاه ميدالية غالية وكلم مامته وهو فرحان عشان يطمنها ووعدهم انه هيحتفل مع العيلة لما يرجع البيت بالليل. بس أول ما دوهان فتح الباب وقع في حضن اليأس
تورتة عيد الميلاد لسه على الترابيزة والبيت كله غرقان دم. دهان اتفزع وجري يدور على أمه وأخته، وانصدم لما شافهم مرميين من غير حركة في بركة دم. أخته لحقت تهمس له بآخر كلمة قبل ما تموت، وفي اللحظة دي حد خنقه من ظهره، وفي جزء من الثانية دهان كسر رجل أول واحد فيهم، ومنظر أمه وهي غرقانة في دمها خلاه يتجنن وضرب التاني في وشه. وفجأة التالت طعن دهان من ظهره، بس هو مهتمش بالجرح ولف نزل فيه ضرب كل بوكس كأنه بيعيط على أمه وأخته اللي ماتوا. والنتيجة إن التلات حرامية ماتوا في مكانهم ودهان لبس قضية قتل. نرجع للوقت الحاضر. الكبار الاتنين كانوا بيلعبوا كورة كأنهم في خناقة، ووجعوا الاتنين اللي شغالين تحت ايدهم لدرجة انهم مش قادرين يقفوا، فنادوا على وو سول وهيان مين عشان يكملوا الفريق. وبعد كام دقيقة الاتنين الكبار دخلوا في بعض والكورة جت تحت رجل وو سول، وبدون قصد شاط الكورة مسطرة في منطقة حساسة لوان جون. فورا رجالة وان جون خدوا وو سول لركن مداري عشان يعاقبوه، وفي اللحظة دي ذكريات الأيام اللي كان بينضرب فيها من سوك تشان ظهرت في دماغه. ذكريات كان نفسه يمسحها تماما من خياله، بس في اللحظة دي وو لمح شخصية مألوفة. دهان بطل الفنون القتالية المشهور كان معدي من جنبهم، وفجأة فك نفسه وجري ناحية دهان وركع قدامه وهو بيترجاه ينقذه. دهان شاف نظرات الرجاء في عين وو سول، وفورا أمر وان جون وشلته إنهم يوقفوا هنا. وان جون قعد يشتم دهان بغضب وقال له أنت مجرد قاتل، ما تقفش هنا وتعمل فيها بطل. وأول ما خلص كلامه وان جون هجم عشان يضرب دهان، بس دهان اتفادى الضربة ورد له ضربة تحذيرية. وفي الضربة التانية دهان خلى وان جون يفقد الوعي في مكانه. وو سول انصدم لما شاف قوة دهان الجبارة، بس من اليوم ده وان جون حط وول رسميا في القائمة السوداء، وبقى بيعتبره صيد سهل يقدر يضربه في أي وقت. هيان مين اللي قاعد نانجو ما كانش وراه حاجة غير انه يهز راسه بخوف، وقعد ينصح وول انه يجري يبوس ايد وان جون ويترجاه يسيبه يعيش. وفي يوم جه وول زاير، والمفاجأة انه كان سوك تشان. دلوقتي عينه اليمين بقت عامية تماما، ودراسته وقفت، ومستقبله في الملاكمة ضاع. وول كان بيترعش وقعد يعتذر لسوك تشان، بس سوك تشان عينيه كانت باردة وقال له انا مستني اليوم اللي تخرج فيه من السجن، وقتها هعذبك كل يوم. وبدون ما يهتم بدموع وو واعتذاره، سوك تشان تمتم بكلمات انه مش هيقدر يسامح، ولف وشه ومشي. جوه السجن وول كان بينضرب من الفتوة، ولما يخرج بره السجن في عدو مستنيه، فوول فضل طول الليل مرعوب وما كانش عارف ينام. وفي السجن ده كان في قانون غير مكتوب ان كل واحد لازم يدي علبة لبن للكبير كل يوم عشان يثبت ولاءه. وول خد اللبن بتاعه واداه لدهان، ولما دهان سأله ايه اللي حصل، وول من كتر الخوف ما كانش عارف ينطق بكلمة. تاني يوم وول ودى اللبن لدهان تاني، بس المرة دي اترفض، ودهان قال له ما تبقاش تسيب حاجة هنا تاني. وو سول جري وراه وجمع كل شجاعته وطلب من دهان انه يعلمه فنون قتالية. وول كان نفسه يبقى شخص قوي زي دهان. دهان رفض فورا لانه خاف ان وول يكون بيدور على الانتقام وعايز يعمل جرائم، بس وول شرح له انه بس عايز يعيش حياة هادية. قال له انه زمان ما كانش بيفكر غير في الهروب لانه مش عايز ينضرب، وفي الوقت ده ما كانش بيعرف يعمل حاجة غير انه يطاطي راسه ويسلم نفسه للي بيضربوه، وكان دايما بيلوم نفسه انه ضعيف وملوش لازمة، لدرجة انه فكر ان وجوده في الدنيا غلطة. بس دلوقتي وو سول مش عايز يهرب تاني. كلام وول الصادق لمس قلب دهان، فوافق انه يعلمه، بس بشرط واحد، وول لازم يجري 100 لفة حوالين الملعب في 40 دقيقة. لو قدر يعمل كده دهان هيعلمه. وول ما كانش متعود على التمرين، فبعد شوية جري ما كانش قادر ياخد نفسه، وبدأ يدوخ ويترنح كأنه هيقع. وعند اللفة ال50 وول كان منتهي تماما، بس ذكريات الوجع ادت له إرادة أقوى. حاول يستحمل وجري لحد اللفة ال70 قبل ما ينهار ويقع على الأرض. وو كان تعبان لدرجة إنه قعد يرجع من غير توقف، وكان فعلا عايز يستسلم، بس ذكريات الإهانة والضرب رجعت في دماغه تاني. افتكر لما سوك تشان مسكه من رقبته وما كانش راضي يسيبه يدخل الحمام، ولما وول ما كانش قادر يستحمل خاف وعمل حمام على نفسه قدام الفصل كله، وسوك تشان أجبره يلحس اللي عمله. وول حاول يقوم تاني، وبرغم إن جسمه كان مهدود وال40 دقيقة خلصوا، بس أول ما وش عدوه ظهر في خياله رجليه جريت لوحدها لقدام كأن جسمه متحرك بالغل والوجع اللي عاشه. وسول خلص آخر لفة قبل ما يقع في حضن دهان. بعد كده وبفضل العلاقة القوية اللي بين دهان ومأمور السجن، وو سول اتنقل لنفس الأوضة مع دهان، ولما اتقابلوا دهان عمل لوو سول اختبار بدني، ولما شافه بيعمل تمارين الضغط غلط اتنقلت بضيق. مستوى وول البدني كان كارثة بمعنى الكلمة، عمل 21 ضغطة و32 بطن ومعرفش يعمل ولا عقلة واحدة. فدهان قال له من بكرة هتزود ضغطة كل يوم، ولو معرفتش لم شنطتك وارجع اوضتك القديمة. وسول جز على اسنانه وحاول بكل قوته يرفع نفسه على العقلة، وفي
الآخر قدر يعمل واحدة. ومن هنا بدأ تدريب وول الشاق رسميا. في الأيام الأولى كان بيقع بعد كام ضغطة بس، وما كانش عنده أي قوة في الضرب أو الركل، بس تحت تعليمات دهان الصارمة وول كان بيتمرن ليل نهار مهما كان الجو عامل ازاي. ضربات وول بدأت تقوى بالتدريج، وركلاته على الشوال بقت أدق. دهان كمان كان بيشجعه ياكل كتير، لأن الأكل جزء من التمرين. في الأول المساجين اللي كانوا بيتفرجوا عليه وهو بيتمرن قعدوا يتريقوا عليه، بس بسرعة عضلات وول بدأت تظهر، وإيديه ورجليه بقوا أقوى بكتير، وقبضته بقى فيها قوة وسرعة. دهان على طول نقل للمستوى اللي بعده، تمارين تلقي الضرب، كل ضربة وكل وقعة كانت خطوة لقدام. وبالتدريج وول الضعيف اتحول لمحارب. وبالليل لما الأنوار كانت بتطفي وهو لسه بيجري في السجن، وول كمل تمرينه بمنتهى الجدية. ولما وول خلص 1000 بوكس لف وشاف دهان نام، وصح دهان وقال له إنه خلص التمرين، بس دهان قال له أنا ما شفتش، يبقى كأنك ما خلصتش، وخلاه يبدأ من الأول. في الوقت ده سوك تشان كان ماشي تايه في الشارع لما عربية وراه قعدت تزمر بحدة، بس هو ما عبرهمش وما وسعش السكة. عيال من العصابة في العربية اتضايقوا وشتموه كم مرة. سوك تشان ما قالش ولا كلمة، بس هجم عليهم وكسر مراية العربية اللي ورا. الاتنين التانيين اتعصبوا وكانوا عايزين يضربوه، بس سوك تشان نزل فيهم ضرب لدرجة انهم مش قادرين يقفوا على رجليهم. بالصدفة تاي سايك زعيم العصابة شاف خناقة سوك تشان الرهيبة، فعرض عليه يشتغل معاه، بس سوك تشان رفض. ولما عرف ان عين سوك تشان اليمين عامية، تاي سايك قال له انا هضربك في وشك ناحية الشمال لما عد ل3، وفعلا نفذ كلامه، وبضربة واحدة بس نيم سوك تشان في الارض. ورجع عرض عليه تاني ينضم لفريقه، ووعده انه هيساعده يبقى اقوى من دلوقتي بكتير. جوه السجن وول كان بيتذاكر وبيعمل تمارين سكوات. هيان مين راح يسأله انت بتتمرن عشان تضرب وان جون؟ وول انكر وقال له انا بس بتمرن عشان ابقى قوي. بس هو ومين جابوا خبر وحش ان دهان هيتنقل لسجن تاني. طلع ان المسجون لما بيكمل 23 سنة لازم يروح سجن الكبار. دهان ما لقيش وقت يقول له غير اتمرن اكتر عشان مفيش وقت فاضل معايا. بعد الظهر وول شاف هيان مين بينضرب، فاتدخل فورا عشان يوقفه. العيال التانيين كانوا عايزين يضربوه، بس ما كانوش متوقعين ان وول بقى شخص تاني خالص. ومع ذلك وول بس عمل اللي ينقذ صاحبه وما زودش. بعدها رجالة وان جون نادوا وول لورشة النجارة، ووقف قدام وان جون. وول اعتذر بهدوء انه ضرب رجالته، وفهمه ان الواد هو اللي بدأ وضرب صاحبه الاول، بس وان جون ما سمعش ونزل فيه ضرب. وفي البوكس التاني وول فاجئه وداغ الضربة وردها لوان جون في وشه، ومن هنا بدأت الملحمة في وسط ورشة الخشب. وان جون كان قوي جدا، وكل بوكس منه كان كأنه مرزبة بتهبد في وشه بطن ووسوز، وبعدها رماه في الأرض ووجعه وجع شديد جدا. بس ووسول ما استسلمش وحاول يقوم يكمل خناقة. بدأ يدخل في رتم الخناقة واداه ركلة في دماغه، بس وان جون ما تأثرش. بعدها وان جون مسك ووسول ورماه في الأرض كأنه شوال رمل. وان جون كان بيزداد شراسة، وبينما ضربات ووسول ما كانتش قوية كفاية انحشر عند الحيطة وخد كام بوكس في وشه. ووسول فضل يترنح وهو بيحاول يقوم، وقبل بوكس في وشه عشان يقدر يمسك وان جون، وبعدها جمع كل قوته واداله السية في وش وان جون خلته يقع. ومن غير ما يضيع ثانية ووسول هجم عشان يكمل عليه، بس في اللحظة دي ظهر دهان فجأة ووقفه، ونظرات عينيه كانت حاسمة كأنه بيقول لووسول خلاص كده كفاية. في حتة تانية سوك تشان بقى شغال مرتزق وتابع مخلص للزعيم تاي سيك. وبعد ما ووسول غلب وان جون كمل تمرين بجدية كل يوم تحت إشراف دهان الصارم. والنهاردة ووسول كان بياكل أحسن من العادي ولعب سبارينج مع دهان، بس كان باين إن ووسول ما طلعش كل اللي عنده. دهان ضايق وقال له لما تحارب لازم تحارب للنهاية. بس في المرة التانية قبضة وو وقفت برضه قدام دهان. نصحه وقال له ما تبقاش قلبك رهيف كده، لأنك لما تحس إنك قربت تفوز وترخي إيدك هي دي اللحظة اللي هتتضرب فيها. وده كان آخر تمرين لوول ودهان مع بعض. دهان كان خلاص بيتنقل لسجن الكبار. دهان مدح في أقوى ميزة لووسول وهي قوة تحمله وصبره على التمرين الناشف. دهان سأله تعرف القرش ملوش مثانة هوائية، فلو بطل عوم لحظة هيغرق. نصحه يعيش زي القرش وما تبطلش عوم أبدا. ودعوا بعض بابتسامة صغيرة، وبعد ما دهان مشي وو كمل تمرين لوحده زي قرش صغير بيحاول يتعلم ازاي ما يغرقش. واحد من اللي كانوا مع وول في السجن لسه خارج وبقى شغال عند سوك تشان. الواد ده قعد يحكي حكاوي ان ووسول بيتمرن على ايد دهان عشان يبقى قرش. افتكر ان سوك تشان هيتضايق لما يسمع كده، بس هو ابتسم وقال له كمل. في الوقت ده سون يونج اتحدى ووسول، واللي يخسر يخدم التاني طول فترة السجن. وول ما كانش فارق معاه المقامات وقال له انا جاهز احاربك لو بطلت تلطش في الضعفاء. بس سون يونج ما وافقش واداله شلوت وقال له قدامك 5 أيام تفكر.
أول ما وو سول دخل زنزانته القديمة قابل سان هو اللي كان لسه خارج من التأديب. سان هو سأله أنت عايز تاخد مكاني؟ وو سول قال له مش مهتم، وسان هو استغرب لأن السجن كله كان بيقول إن وو سول بقى مجنون خناقة. عدى 5 أيام والخناقة مع سون يونج كانت لابد منها. في اللحظة دي سوك تشان راح زار وو سول تاني وهدد وقعد يلوي في صوابع العيال اللي قاعدين وراه وقال له أنا مستني يوم خروجك من السجن. بس المرة دي إيده ما تهزتش ولا فكر يهرب أو يطوطي راسه. وهو مستني سون يونج افتكر إن وو سول مش هيجرؤ يجي، فبدأ يتنطط ويضايق سان هو. بس سان هو قال له إحنا ليه بنتعارك مع بعض؟ حتى لو كنا زبالة زمان مش لازم نعيش زبالة طول عمرنا. وقبل ما يخلص كلامه ظهر وو سول، ومن غير رغي كتير سون يونج هجم الأول. الواد ده رجليه كانت خفيفة جدا وقعد يلطش في وو بيهم، ووو كان بس بيدافع. وو لقط الفرصة ومسك رجله ووقعه لورا، وفورا نزل فيه ضرب وهو مثبته في الأرض. بس فجأة سون يونج رد الضربة وشال وو ورماه هبد في الأرض واداله شلوت في وشه. الكل افتكر إن الحكاية خلصت، بس وو قام وهو بيترنح. في المهارات وو ما كانش خبير، بس في المقابل كان عنده قدرة نادرة على استحمال الضرب. وو سول صد ركلة سون يونج وقعد يضرب في فخاده ورا بعض. سون يونج رجليه اتحشرت وما بقاش عارف يتحرك وقعد يصرخ من الوجع، وفي الآخر نط وخنقه برجله وقفش عليه لدرجة إن سون يونج معرفش يهرب. الكل كان مرعوب لا تقلب بقتل، وما سابوش غير لما المأمور ظهر. والنتيجة إن وو يترمى في التأديب، بس كمل تمرين لأن معركته الحقيقية كانت لسه جاية. بعد الخناقة دي الكبار في السجن عرفوا إن وو بدأ يتحول لقرش بجد، وعشان يعيشوا في سلام معاه كان الأحسن إنهم ما يعملوش مشاكل. فالسجن فجأة بقى هادي بشكل غريب. هيون مين احترم وو أكتر لأن الكل افتكر إنه هيخسر، بس هو صمد للنهاية وما استسلمش. سون يونج ووان جون بقوا دلوقتي قريبين من وو كأنهم إخواته، وبسبب سلوكه الكويس وو خرج من السجن بدري. طلب إذن من المأمور يزور المكان اللي اتمرن فيه مع المعلم دوهان لآخر مرة، وشكره في سره على الأيام اللي ما تتنسيش هنا. وو خرج من السجن بلبس المدرسة وممشيش كام خطوة إلا ولقى عدوه القديم مستنيه، وبدأت معركة حياة أو موت بين وو سيون وسوك تشان. في الأول وو انضرب كأنه شوال رمل. سوك تشان دلوقتي بقى بلطجي تقيل وقعد يضرب فيه ويستفزه ويقول له أمك جات لي تترجاني وتتمسح في رجلي زي الكلبة عشان أسامحك. ولما وو سول رد أول بوكس سوك تشان اتجنن ونزل فيه ضرب متواصل وختمها بركبية وبوكس بكل قوته. ولما وو سول وقع افتكر كلام دوهان إن القرش ما بيقفش عوم، فقام وهجم على سوك تشان ببوكس حلزوني. ودي كانت حركة الدفاع عن النفس اللي دوهان علمها له. سوك تشان عينه الشمال انطفت من الضربة وهجم بغل، بس وو وقعه بشلوت. في اللحظة دي الاتنين طاقتهم خلصت وبقت الخناقة مين هيستحمل أكتر. قعدوا يلطشوا في بعض من غير ما يقفوا، بس قرية سوك تشان ما كانتش قد وو، وفي الآخر اضطر يستسلم. وو مشي وسابه وهو بيغلي من الغيظ. بعد ما خف أول حاجة وول عملها إنه زار دوهان في السجن. دوهان كان فرحان جدا بتلميذه، بس وول سأله أنت عمرك شفت قرش بجد؟ دوهان قال له بتردد شفته في التلفزيون. وول قال له إنه راح الأكواريوم وشاف القروش ولقاهم مش بيعوموا طول الوقت ولا حاجة، ولقى إن القرش بيرتاح عادي لما يحب يرتاح. دوهان اتكسف وضحك على غلطته. عدى 6 شهور وحياة وول بعد السجن ما كانتش سهلة. الناس بتبص للي زيه بنص عين. وول واصحابه بتوع السجن بقوا سند لبعض. سون يونج فتح مطعم بيتزا، ووان جونج شغال في المعمار وبيذاكر عشان يدخل الجامعة، وسان هيوب رجع للجيم بتاعه، ووعدوا بعض انهم مهما كان ماضيهم مش هيتخلوا عن حلمهم. وول زار دوهان وبشره انه اشتغل في جيم، وصحيح هو عامل نظافة بس عايش في سكن الجيم وموفر فلوس الإيجار وبيتمرن بجد عشان يبقى ملاكم، والقرش ما بيوقفش عوم. دوهان كان قلقان عليه لسه صغير، وكمان وول وراه سوك تشان البلطجي فلازم ياخد باله، ونصحه ما يخليش مشاعره تغلبه. نرجع للجيم. وول بيحاول يخدم الملاكمين اللي طلباتهم صعبة. الواد الأشقر كان بيلعب سبارينج بغشامة لدرجة إن المدرب نفسه ما كانش طايق الموقف، لأن الأشقر كان بيضرب كأنه قاصد يقتل اللي قدامه. كل اللعيبة اللي اتمرن معاهم هربوا، فالمدرب شاور بقلة حيلة على وو. بعدها قال له انزل العب مع الأشقر، اللي بص لوو سول باحتقار وكأنه مجرد شوال رمل بشري جاي يتضرب. بس في الآخر وو كسر له دراعه. بالليل الأشقر كان عنده ماتش، فالمدير قعد يزعق لوو بغل وأمر سان هيوب إنه يطرده فورا. طلع إن الأشقر ده مشارك في حلبة قتال غير قانونية وسرية اسمها فوج الضباب، والماتشات فيها بتتعرض لايف على ابلكيشن خاص.
خاص والمشاهدين بيراهنوا، ومحدش بيحضرها لايف غير شوية VIPs. الماتش الأول خلص، والماتش الرسمي كان المفروض يكون لبطل الحلبة الأشقر، والخصم بتاعه كان واحد عضلات اسمه جونج هيان. بس بما إن الأشقر إيده اتصابت واختفى، الموظفين جريوا يبلغوا الزعيم إن السيستم أعلن عن لاعب مفاجأة هيحل محل الأشقر. الكل بدأ يراهن من أول وجديد، والرهانات زادت 10 أضعاف. جونج هيان بدأ يترعش لأنه مش عارف مين الخصم الغامض، وفجأة المقاتل كشف عن نفسه وطلع هو تاي سيك زعيم الحلبة نفسه، والضابط الكبير اللي جند سوك تشان. باين إن الزعيم كان قوي بزيادة، فالناس اللي راهنت على جونج هيان قلقوا جدا. وعشان الإثارة السيستم أعلن قانون خاص، جونج هيان لو صمت 30 ثانية بس يعتبر فايز. تاي سيك نزل بكل برود وقعد يطمن الخصم ويقول له دي مجرد تسلية. أول ما الماتش بدأ جونج هيان خد بوكس في ضلوعه، وبعدها لفتين 360 درجة بركلات هوائية، وختمها ببوكس المزربة. الواد انتهى في 10 ثواني، بس تاي سيك مخلصش وقال له لسه في 20 ثانية. بعد ما قال كده تاي سيك كسر رجل جونج هيان بكل وحشية. تاني يوم الصبح وول شاف بالصدفة وان جونج وهو بيحاول يدي فلوس لراجل ماشي بعكاكيز، بس الراجل زق الفلوس ورجعها له وهو باين عليه الغضب الشديد. طلع ان وان جونج قبل ما يدخل السجن كان شغال محصل ديون، وفي مرة جري ورا واحد مديون، فالراجل نط ورجله انكسرت. وان جونج راح يدور عليه عشان يعتذر له وهو ندمان، بس ما كانش في ايده يرجع له رجله سليمة زي الأول. النهارده وو سول والباقيين كان عندهم ميعاد، سان هو بس اللي كان مشغول وما جاش. وان جونج كان مكتئب، بس بفضل تفاؤل وو بدأ يحس انه احسن. سون يونج ووان جونج اتخانقوا اول ما شافوا بعض، والسبب ان وان جونج كان بيروح المطعم طول النهار وياكل من غير ما يدفع لسون يونج. وهما بيتخانقوا سون يونج كشف ان وان جونج عنده اخت حلوة جدا، وبعدها الاتنين طلبوا من وو سول يحكم مين فيهم اوسم. وو سول ما كانش عارف يعمل ايه لحد ما ظهرت المدرسة جي هي. البنت دي كانت صاحبة وو سول من الطفولة، ودلوقتي هي اللي بتذاكر لوان جونج عشان امتحان التخرج. وبينما الاتنين التانيين لسه بيتكلموا هي شربت الكاسات بتاعتها كلها في شفطة واحدة، فالأربعة رفعوا الكاسات بتاعتهم مع بعض وهم مبسوطين. بعدها سون يونج اكتشف ان وول بيبص لجي هي بنظرات فيها تفكير، وفي اللحظة دي تاي فرمل بالعربية فجأة، وبعدها عدى الشارع بكل غطرسة ومشي مباشرة لمحل سون يونج. تاي كان جاي يدور على وو سول وطلب انه يحاربه. قبلها ب3 ساعات تاي بعت رجالته عشان يقبضوا على الواد الأشقر وعاشقته والمدير بتاعهم ويحطوهم على قارب. ولما تاي وصل باللانش ال3 كانوا راكعين فعلا، وكلهم وشهم باين عليه الرعب. الواد الأشقر كان مضروب علقة سخنة، وأول ما شافوا الزعيم ال3 كانوا بيترعشوا من الخوف. كانون كان أكتر تابع بيثق فيه تاي سيك، وبلغ الزعيم إن الواد ده هرب عشان رزغ إيده اتصاب وما بقاش قادر يحارب. تاي سأل الأشقر تفتكر مين في الاتنين يستحق ثقتك أكتر؟ لو هتضحي بحياتك تديها لمين؟ لعشيقتك ولا لمديرك؟ الأشقر اختار المدير عشان هما إخوات، فالمدير وقف وراه وهو مرعوب وقال له إحنا ولاد عم بس. تاي سيك قال لو المدير قدر يسكت لمدة 10 ثواني من غير ما يصرخ هيسيب الأشقر يعيش، والنتيجة إن في أقل من 5 ثواني المدير صرخ صرخة تموت. فالأشقر اتفزع وقعد يترجع عشان يسيبوه يعيش، بس ال3 في الآخر اترموا في النهر. تابعوا بلغوا إن عامل النظافة اللي أصاب الأشقر هو نفسه اللي عمى سوك تشان، وتاي سيك عرف كمان إن سوك تشان راح السجن عشان ينتقم منه واتهزم، فقرر يروح يشوف وول فورا. تاي سيك عزمه فورا في الحلبة السرية بتاعته. جي هي كانت لسه مخلصة شغلها لما وول كلمها وقال لها تبعت له رسالة لما توصل البيت. جي هي قعدت تهزر معاه وقالت له إنك بتتصرف كأنك حبيبي. في اللحظة دي شافت ست حامل وقعت شنطتها فجريت تساعدها فورا. الست لما شافت كده طلبت من جي هي تشيل الشنطة للعربية. في الوقت ده الست الحامل طلعت سيجارة وسألتها هي انت جي هي؟ وقبل ما جي هي تفهم ايه اللي بيحصل حد كتم نفسها وشالها ووداها مباشرة لعربية مستشفى المجانين. النهاردة النادي كان قافل، فوو سول استغل الفرصة واتمرن مع سان هي. وان جونج وسين يونج راحوا يتفرجوا كمان. طلع ان وو سول بقاله اكتر من ساعة بيتمرن. وان جونج وسين يونج قعدوا يتحسروا ان وو سول كبر فعلا، وبفضله هم دلوقتي بقوا عايشين حياة عدلة. في العربية الست الحامل اللي اسمها شي هان شالت البطن الزايفة وأمرت تابعها تربط رجل جي هي. جي هي مسكت طفاية الحريق وضربته في وشه قبل ما تجري عشان تفتح الباب، بس للأسف قبل ما تهرب جي هان ضربتها وفقدتها الوعي. بعد ما خلصوا تمرين وول شاف وان جون وسون يونج مستنيينه، فسألهم هم هنا ليه؟ هل محل سون يونج أفلس؟ سون يونج اتضايق لأن وول ما بيقولش غير كلام وحش، وقبل ما يخلص جملته سون هيوب جرى يسأل محل سون يونج عامل ايه. في اللحظة دي وول جات له مكالمة من جي هي، ولما فتح الشاشة ما سمعش غير صوت صراخها وهي مرعوبة. وول حاول يكلمها تاني بسرعة بس
بس محدش رد. وول افتكر فورا كلامه مع الزعيم تاي وإنه كان عايزه يشتغل معاه، وقال له لو عايز تكمل رياضتك بسابقتك الإجرامية دي تاي ساك بس هو اللي يقدر يساعدك. وول رد عليه بحسم إنه مش مهتم وإن هو اللي هيحدد حياته بنفسه. تاي شاف جي هي وهي مرعوبة وقلقانة على الراجل الأقرع، فابتسم بخبث وسألها هي أنت يا حبيبة وول؟ وول خمن إن تاي ساك خطف جي هي وكان رايح يدور عليه، بس وان جون وقفه ونصحه يهدى لأن لو راح لوحده دلوقتي هيقع في فخ تاي ساك. سي يونج كلم البوليس بس قالوا ما عندناش معلومات كفاية فمش هنقدر نتدخل. فجأة تليفون وول جات له رسالة فيها كلمات بسيطة لموقع البناء، فالشلة كلها جريت على هناك في عربية سون يونج بتاعت الشغل. الشلة اتقسمت عشان يدوروا على جي هي بس ما لقوهاش، وفجأة وو سو لقى مفتاح عربية جي هي في بركة مية. وول كلم التليفون تاني وسمع صوت الرنة جاية من جوه بيت مهجور، ومن غير تفكير جرى لجوه. في الوقت ده جي هي كان بيراقبها 2 بادي جاردات أقوياء، ولما شافها بتقاوم واحد فيهم كان هيضربها ظهر وو سول. وو هجم وغلب الاتنين وفك جي هي بسرعة، بس هي قالت له اهرب بسرعة. وقبل ما يفهم ايه اللي بيحصل دخلت عصابة ماسكين شوم، واخر واحدة كانت شي هان اللي شاورت لرجالتها يهجموا، وطلعت تليفونها تبلغ الزعيم. بس من وسط الأربعة ما ظهرش غير 2 بس، الاتنين التانيين ما ظهرش ليهم أثر، فتاي سيك أمرهم يكتفوا باللي معاهم. 3 كفاية. شلة وو سول انضربوا بالروسية واتسحلوا على العربية، وسون يونج وسان هاب ما لحقوش غير انهم يشوفوا الموكب وهو بيطير بيهم، فجريوا وراهم بالعربية فورا. جوه شلة وو سول اتعذبوا بالعصيان الكهربائية لحد ما فقدوا الوعي، ولما فاق لقى نفسه متكتف بجد في كرسي وقدامه الزعيم تاي ساك. أول حاجة سألها تاي صاحبي فين، بس تاي ما ردش وقعد يتكلم بمنتهى الذوق عن مساعدته ليه. وول سأله بنفذ صبر تاني صاحبي فين، فتاي حط السكينة فورا على رقبة وول وسأله تعرف بيعلموا الأطفال في أفريقيا يقتلوا ازاي؟ حكاله إنهم بيغموا عينيهم ويدوهم سلاح ويخلوهم يضربوا نار عشوائي، وأول ما يفتحوا عينيهم ويشوفوا جثث ودم بيترعبوا، ومن بعدها بيبقوا مطيعين زي الكلاب. تاي ساك كان عايز وو سول يجرب نفس الإحساس ده، وخيره يختار مين اللي يموت، اللي هيختاره هيموت والتاني هيعيش، ولو الموضوع صعب عليه يختار اللي عايز ينقذه. وول قعد يترجاه ويقول له ملهمش ذنب سيبهم يمشوا. في اللحظة دي تاي ساك انشغل وساب المهمة لشيهان. شيهان قعدت ترعب وول للتسلية وأمرت الرجالة يصوروا اللي بيحصل. ادت لوو سول 10 ثواني بالظبط يفكر، وبدأت العد التنازلي. وو سول قعد يعافر بجنون ووقع بالكرسي على الأرض، ومهما توسل ما كانش فيه فايدة، لو ما اختارش الاتنين هيموتوا. كان مرعوب وسأل جي هي يعمل ايه، وال10 ثواني خلصوا. شيهان ببرود غرزت السكينة في بطن وان جون وقالت لوول افتكر اللحظة دي كويس، وبعدها جزت على اسنانها وطعنته التانية. بس المفاجأة ان الطعنة الأولى قطعت الحبل بالصدفة، فوان جون صد الطعنة التانية ورمى شيهان في الأرض، والتابع اللي هجم عليه انضرب هو كمان من وان جون. في الوقت ده شيهان هجمت بالسكينة تاني، بس وان جون قفش السكينة وضربها خلاها تطير بعيد وتغمى عليها في مكانها، وبعدها فورا فك جي هي وبو سول. وو سول كان قلقان على جرح وان جون، بس هو رد عليه ان طعنة واحدة مش هتهزه. جريوا ال3 مع بعض، بس الوكر بتاعهم كان زي المتاهة والحراس في كل حتة. شيهان فاقت وضربت انذار الخطر وامرت بالقبض عليهم، فالحراس حصروهم من كل ناحية. وو سول ووان جون هجموا عشان يفتحوا سكة يهربوا منها، بس العدد كان مهول وبدأوا يتعبوا بالتدريج. جرح وان جون كان بيخدش كتير في مكان جرحه، ووو سول واحد كتم نفسه من ظهره. لحسن الحظ جي هي لحقتهم وقدروا يكملوا هروب، بس قبل ما يخرجوا ظهرت مجموعة تانية. جرح وان جون كان بينزف بغزارة وما بيقفش، بس صمم ان وول ياخد جي هي ويهرب وهو هيفضل يوقفهم. كسر سيخ حديد وقرر يواجه البلطجية لوحده. وو سول وجي هي نزلوا البدروم ولقوا مجموعة تانية قفلت عليهم السكة، بس في اللحظة المناسبة ظهر سون يونج وسان هاب وأنقذوهم. دخلوا فيهم وخلصوا على البلطجية بسرعة. بعدها الكل جري يدور على وان جون، ولما وصلوا لقوه غلب كل اللي حواليه وكان باين انه لسه عايش. جريوا كلهم على العربية وفكوا الحصار وهربوا، وهناك بس اكتشفوا ان إصابة وان جون خطيرة جدا والدم ما بيوقفش. وان جون طلع نوتة فيها أسامي الضحايا اللي ظلمهم زمان واداها لوول، وقال له انه عايزه يروح يعتذر ليهم نيابة عنه، وكمان اعتذر لوول نفسه. وبعد ما قال كده وان جون طلع روحه في حضن وو سرح بوجع ومرارة على صعبه. من كام يوم وول شاف وان جون بالصدفة وهو بيعتذر لواحد والراجل رفض، فوول طيب خاطره بكلام بسيط. وقتها وان جون طلع النوتة اللي فيها 33 اسم محتاج يعتذر ليهم، كان عايز يعتذر بجد وسواء سامحوه او لا دي حاجتهم هم. وول طمنه وقال له ممكن يكونوا محتاجين وقت، ووان جون شكره وقال له بسببك بقيت اشجع. ووو سمع الكلام ده وقعد يهزر معاه، بس دلوقتي
كل ده بقى مجرد ذكرى. وو وقف قدام صورة وان جون وهو حاسس بندم رهيب. فجأة بنت جريت عليه وادته بوكس في دماغه وسألته لو كان هو وول، وبعدها سألته بمرارة انت كنت بتعمل ايه لما وان جون مات؟ ليه اخويا هو اللي مات وانتوا لسه عايشين؟ طلع ان دي يان جين أخت وان جون الصغيرة. وول ركع على ركبه وقعد يعتذر بندم شديد، بينما يان جين كانت واقفة قدام صورة وان جون بتعيط وتشتم في أخوها وبتقول عليه واطي إنه سابها. وو سول ما كانش قادر يسامح نفسه وقال لسون يونغ إنه ما كانش لازم يرفض وكان لازم يوافق يشتغل معاهم، لأن لو ما كانش عارف وو سول وان جون مش هيموت كده. سون يونغ اتعصب لما سمع وو سول بيعيط بالشكل ده وقال له إن دي مش غلطته، ووان جون نفسه قال إنه لأول مرة في حياته حس إنه بني آدم بسبب وو سول. وان جون ذاكر لامتحان الجامعة واعتذر للي كان بيتبلطج عليهم، ودلوقتي والوول بالحالة دي ازاي وان جون هيرتاح في تربته؟ يان جين كانت واقفة قريبة وسمعت كل حاجة وممكن تكون فهمت مشاعر الأخوة اللي بين وان جون ووو سول. جيهي كانت بتكلم مامتها في التليفون لما واحد بوشه ندبة خبط فيها، حست بالشك فمشيت وراه من سكات، وطلع انه رايح يقابل الضابط المسؤول عن قضية وان جون. هدد الضابط بكام جملة وبعدها خلاه يسمع مكالمة كانون التابع المخلص للزعيم تاي تينغ. الاتنين اتفقوا يختاروا شخص واحد يشيل الليلة ويتحمل ذنب القضية دي، وفي المقابل الضابط هياخد مبلغ كبير من الفلوس. جيهي بلغت سون يونغ وسان ها فورا، فبقى واضح ان البوليس في صف تاي تينغ، وفي اللحظة دي وصل ورد عزاء من تاي تينغ، فسون يونغ اتكسروا بغضب، لو مش هنقدر نجيب حقنا بالبوليس يبقى هنجيبه بايدينا. بعد ما قال كده سون يونغ كان ناوي يروح يدور على تاي فورا، وسان ها ما كانش قادر يوقفه، فبدأوا يتخانقوا بصوت عالي لحد ما جيل هي زعقت فيهم عشان يبطلوا. وو سول قعد يقلب في نوتة وان جون ووقف عند آخر صفحة، وطلع إن وول كان كمان في القايمة اللي وان جون عايز يعتذر لها. كام سطر صغيرين بس كانوا كفاية يخلوا وو سول يعيط. الاعتذار كان مكتوب فيه إن وان جون كان عايزهم يفضلوا إخوات جدعان للأبد. الدنيا كانت بتمطر بغزارة يوم ما ودع وان جون، وو كتم غيظه وودعه، وبعدها جمع الفريق كله. وو كان عايز اللي تسببوا في كده يدفعوا الثمن، بس المرة دي كل حاجة لازم تتحسب بالملي. من غير ما يتوقعوا يان جين طلبت تشاركهم، وعشان تنضم للفريق كان لازم تمر باختبار، وبدون توقع يان جين قدرت تغلب الثلاثة بسهولة، وطلع انها كمان وحش خناق. بعدها المجموعة بصت لصورة وان جون وصمموا انهم مهما حصل مش هيقفوا. اول حاجة كانت انهم يلاقوا دليل ان شي هان هي اللي طعنت وان جون. جيهي افتكرت فجأة ان تاي تينغ طلب من شي هان تصور اللي بيحصل، يبقى اكيد في مكان شايلين فيه الفيديو ده. يان جين اتطوعت تمثل انها عامله ديليفري ودخلت وكر تاي تينغ. كان في ايدها طرد سون يونغ ركب فيه كاميرا بدقه، بس كان صعب تعدي من بوابه الامن، فحطوا كارت تاي اللي كان مديله وو سول على الطرد. الامن افتكروا انها بضاعه تخص تاي وما شكوش في حاجه. شله وو سول قعدوا يراقبوا الكاميرا وهم بيرسموا كروكي للمبنى. الطرد وصل في الاخر لغرفه البث اللي فيها واحد بنضاره بيدير نظام الكاميرات واللايف بتاع الابليكيشن. كان عنده فضول بس ما استرجاش يفتح طرد تاي تينغ. اول ما حددوا الهدف شله وو سول اتحركوا فورا. سون يونغ دخل بالعربيه جوه المبنى وخبط في الحاجز قاصد عشان يشد الانتباه، وزي ما توقعوا الحراس شافوا العربيه في الكاميرات وبعتوا حد يتأكد، بس لقيوا العربية فاضية. وفجأة الميكروويف اللي في العربية انفجر وإنذار الحريق ضرب بصوت عالي. خطة التشويش نجحت، وفي الوقت ده كانت المجموعة كلها اقتحمت المكان. البلطجية كانوا كتير جدا لدرجة إن الفريق انقسم لمجموعتين، وو سول وسان هيوب في فريق وسون يونغ ويان جين في فريق تاني. واحد كان بياخد الضرب والتاني يخلص على الخصم، والهدف كان الخناق السريع والهروب. طبعا الحراس دول ما كانوش قد الأربعة فغلبوهم بسرعة. بعدها وول راح يدور على غرفة البث والباقيين كملوا تنظيف المكان. عدد الحراس كان بيزيد بس الثلاثة ما كانوش خايفين. وفي الوقت ده وول لقى غرفة البث بسرعة حسب الخريطة، ومسك الواد أبو نضارة من رقبته وأجبره يفتح كل ملفات الكمبيوتر، بس ملف اليوم ده كان فاضي. في اللحظة دي تاي تينغ كان بيضحك بانتصار لأن كل حاجة كانت ضمن حساباته. كان مراقب كل حركة لشلة وو سول بالكاميرات. تاي أمر شي هان وكانون ينزلوا يتأكدوا من الوضع، ولما وول رجع كانت المجموعة غلبت تقريبا كل الحراس. وفجأة تاي شغل الفيديو بتاع اليوم ده من أول ما وول كان بيعيط ويترجاهم لحد ما شي هان طعنت وان جون. في اللحظة دي كانون جاب مجموعة من رجالته وحصروا المكان. تاي قعد يتمنظر على وول ويقول له لو عايز الفيديو تعالى خده بنفسك من هنا. الرجاله وسعوا السكه لوو سول عشان يدخل الاسانسير لوحده، وهو وافق من غير تردد لانه كان عارف ان تايسك عايزه هو شخصيا.
بعد ما وو مشى، كانون بعت رجالته للجراج عشان ينظفوا المكان، وبدأ كانون والواد اللي بوشه ندبة وشي هان يحاربوا شلة وول. يان جين عرفت ان شي هان هي اللي طعنت اخوها، فنزلت فيها ضرب فورا. سان هيوب اختار كانون خصم ليه، وفضل سون يونج والواد صاحب الندبة مع بعض. في الوقت ده وو كان بيقلع أربطة ايده وبيجهز نفسه لخناقة العمر مع تايسك. تاي خيره بين حاجتين، يا اما ياخد اليو اس بي اللي عليه الفيديو ويمشي، يا اما يفضلوا يحاربوا راجل لراجل عشان ياخد حق وان جون. وو قرر ياخد الفيديو ويمشي، بس تاي ما كانش ناويها خير وما سابوش بسهوله. تاي قال له انه عايز يستخدم عيله وو سول كلعبه زي ما عمل مع وان جون المره اللي فاتت. وو لف وساله انت ليه بتعمل كده؟ تاي رد عليه بمنتهى البرود، عشان الموضوع بيضحكني. وول ما قدرش يمسك نفسه وهجم على تايسك بكل غله. في الاول تايسك كان بيحارب وهو بيلعب وبيهزر، بس لما قلب جد وول انضرب علقه سخنه ووجعه جدا. الخناقه تحت كمان ولعت. شي هان طلعت سكينه وعورت يان جين في وشها، فيان جين اتجننت وطيرت السكينه بشلوت ومسكتها من شعرها، نزلت فيها ضرب وختمتها ببوكس هوك نيمتها في الارض. كانون وسان هيوب كانوا داخلين في تحدي مين نفسه اطول ومين هيصمد اكتر، بينما سون يونج غلط غلطه خلت الواد صاحب الندبه يكسر له رجله. فوق تاي كان لسه بيدي الوول فوق دماغه، وقعد يشرب خمرة بكل برود وشغل الفيديو تاني عشان يستفزه. وو هجم بغضب، بس تاي كان مستنيه، خنقه وأجبره يتفرج على مشهد طعن وان جون مرة تانية. وول كان خلاص هيستسلم، بس في اللحظة دي افتكر روح وان جون القوية وهو مصاب وما استسلمش، فاق لنفسه وعافر لحد ما رمى تايسك في الأرض ونزل فيه ضرب متواصل. وول مسك رجل تايسك وكان هيكسرها، بس فجأة سابه. تاي استغل الفرصة وردله الضربة، بس وول رماه في الأرض وقعد يلطش فيه، وبعدها شاله ورماه على الحلبة لدرجة إن الزجاج اللي تحتهم اتدغدغ. بعد ما يان جين غلبت شي هان، جريت تساعد سان يونج مع الواد صاحب الندبة، بس هو كان أقوى منها وكسر ليها دراعها. لحسن الحظ سي يونج لحقها في الوقت المناسب وحبسه في حركة خنق، ويان جين استغلت الفرصة وقعدت تضربه في دماغه. في نفس الوقت سان هيوب غلب كانون، ورغم إصابتهم التلاتة كملوا مهمتهم بنجاح. فوق تايسك ووول كانوا بيحاولوا يقوموا بكل قوتهم، وول قفش دراع تاي وما كانش راضي يسيبه مهما عافر. في الآخر وول ثبته في الأرض وبكل قوته كسر ليه دراعه، وتاي صرخ من الوجع. تاي هجم بغل وحاول يزق وول من الشباك، بس وول قفش في الحيطة. وهو بيقع وول حاول بكل قوته يشد تاي وينقذه، وتاي كان بيضحك وعايزه يسيبه يقع. وول كان نفسه ينتقم لوان جون، بس ما كانش عايز يبقى قاتل زي تايسك، فبكل قوته شده لفوق. تاي هدد وول وقال له هتندم انك ما قتلتنيش، بس وول رد عليه بحسم انا مش زيك، ومشي وسابه لوحده. ما عداش وقت طويل وتايسك اتقبض عليه بتهمة إدارة مراهنات غير قانونية، وتحمل مسؤولية موت وان جون والتلاتة التانيين، المدير والأشقر وحبيبته. وو سول مشي ورا نوتة وان جون وراح لكل ضحية عشان يعتذر ليهم نيابة عنه، في اللي سامحه وفي اللي لأ، بس في الآخر وو سول حقق أمنية صاحبه. وو سول علم على كل اسم في النوتة، ولما وصل لآخر صفحة لقى اسمه، فكتب جنبه كلمة مسامح. في اللحظة دي صحابه ظهروا وهم بيضحكوا لأن كل حاجة خلصت. وو راح السجن يزور دهان، ودلوقتي وول بقى عارف هو عايز ايه. كل بوكس بيحدفه بيحسسه انه عايش بجد، وهو حابب الإحساس ده، وقرر يبقى مقاتل جامد زي دهان، وطلب من دهان انه يحاربه. فدهان ابتسم وقال له لو عايز تحاربني لازم تتعب وتتمرن ضعف اللي بتعمله دلوقتي. وبعد فترة قصيرة بدأت بطولة العالم للمبتدئين، وشلة وو سول كلها كانت بتحلم باليوم ده زي وان جون. حتى لو عارف ان ممكن حد ما يسامحوش، لسه بيختار انه يعتذر. ساعات حتى واحنا عارفين اننا مش هناخد كل اللي عايزينه برضه لازم نعافر. دلوقتي وول ما بقاش بيحارب عشان يعيش وبس، هو بيحارب عشان يحس انه فعلا على قيد الحياة. دي كانت قصة المسلسل كلها. شكرا لكل اللي تابعونا، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ومسلسلات كورية جامدة جدا لسه مستنياكم. شكرا على المشاهدة.